السلام عليكم، كيفكم؟ شو الأخبار؟ أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا فيكم في منصة آفاق علمية. أنا من فترة قرأت مقال بعنوان إذا انقرض النحل هلك البشر. مذكور في أهمية النحل في تلقيح النباتات يلي هي مصدر غذاء أغلب المخلوقات بالعالم، سواء كان إنسان أو طير أو حيوان، بالإضافة لدور النحل بالاقتصاد. بعد ما خلصت قراءة المقال تشكل عندي فضول دفعني لأبحث عن معلومات أكثر عن النحل وأقدم لكم إياها في هذا الفيديو. طبعا في أكثر من 20,000 فصيلة مختلفة للنحل، لكن رح نحكي عن نحل العسل. بيتميز نحل العسل بخمس عيون، اثنين منهم كبيرة ومركبة. طبعا مركبة يعني فيها عدسات كثيرة ودقيقة ومتقاربة مثل ما موضح بالصورة تماما، وثلاث عيون صغار أو تدعى عوينات. وهي العيون ما بتشوف فيهم، لكن بتحدد شدة الضوء لحتى تقدر تميز بين الليل والنهار. وعن طريق هي العوينات ممكن للنحلة تكتشف إذا كان في خطر حواليها. وبتمتلك قرون استشعار بتقوم باللمس والشم والتذوق، بينما حاسة السمع تعتبر شبه معدومة عند النحل، لكن بواسطة مستقبلات ميكانيكية تقدر تكتشف حركة الهواء. وبيتميز فم النحلة بفكين وخرطوم طويل لامتصاص الرحيق، وعلى الرجلين الأماميات في أمشاط لتنظيف قرون الاستشعار، وعلى الرجلين الخلفيات بتشيل سلاسل حبوب اللقاح يلي بتجمعها. ممكن للنحلة إنها تطير بسرعة تتراوح بين 21 و 28 كيلومتر في الساعة. تمتلك النحلة دماغ بحجم حبة السمسم تقريبا، يعني أصغر من دماغ الإنسان ب20,000 مرة. يحتوي دماغها على مليون خلية عصبية تستخدمها بالتواصل مع باقي النحلات. وبفضل 172 مستقبل رائحة تقدر تميز ريحة آلاف الزهور من مسافات بعيدة، وبتعرف إذا كان فيها رحيق ولا لا. وبيسكن نحل العسل في خلايا تحتوي كل خلية على ما يقارب 60,000 نحلة. تتقسم لثلاثة أنواع. أولا الملكة، وتعتبر الملكة هي زعيمة الخلية وهي الوحيدة الناضجة، وكمان هي الأكبر حجما بالخلية. وعادة بتكون الملكة هي أم كل النحلات بالخلية، لأنه من أهم وظائف الملكة إعادة الإنتاج. وفي ملكات نشيطة ممكن تبيض باليوم الواحد حوالي 2000 بيضة. وكمان عن طريق فيرمونات بتفرزها الملكة بإمكانها تسيطر على سلوك العاملات داخل الخلية. ثانيا النحلات العاملة أو الخادمات، وهن أصغر أنواع النحل، يعني حجم النحلة العاملة تقريبا قد نصف حجم الملكة بس. لكن صغر الحجم ما بيقلل من قيمة العاملات أبدا، لأنهم مشتغلين ليل نهار، واسم على مسمى عاملات، يعني تأمين غذاء الملكة وبناء شمع العسل وتنظيف الخلية والدفاع عنها وإصلاحها، كله من وظائفهم. وبالصيف مكلفين بتبريد الخلية بأجنحتهم السريعة يلي ممكن ترف حوالي 20 مرة بالثانية الوحدة. وبالشتاء بيتجمعوا حوالي البيوض للحفاظ على درجة الحرارة. طبعا كل هاي الوظائف تتوزع بانتظام على العاملات. والنحل عادة غير عدواني أو مؤذي، ولكنه مدافع شرس. بحال شعر إنه في خطر عليه أو على الخلية، ساعتها بيهاجم بالإبرة الملتصقة ببطنه بشكل مباشر، وممكن يخسر حياته عند أول لسعة، لأنه إبرته بتضل عالقة بجسم الضحية، ومجرد ما تطير النحلة بتضل أجزاء من معدتها عالقة مع الإبرة، مما يؤدي في أغلب الأحيان لوفاة النحلة. وثالثا ذكر النحل مضرب المثل بالكسل والخمول، لأنه عكس العاملات تماما. يعني حتى بالحجم هو بحجم الملكة تقريبا، يعني أكبر من العاملات، لكن لا بيشتغل بالخلية ولا بيقدر يدافع عن الخلية ولا بيقدر يبحث عن طعام. كل هي الشغلات بتقوم فيها العاملة. طبعا ما بيقدر يدافع عن الخلية لعدم وجود إبرة اللسع عنده. وكل المطلوب منه فقط التزاوج مع الملكة بالصيف. أما بالشتاء بتقوم العاملات بطرد الذكور لتخفيف نسبة استهلاك الطعام، وبينتهي فيهم المطاف بالموت، إما من الجوع إما من البرد إما من كلاهما سوا. وبشكل عام بيتغذى النحل على الرحيق وحبوب الطلع يلي بيجمعها من الأزهار. لكن في شغلة غريبة، إنه ببعض الأحيان في نحلات بتاكل أثناء رحلاتها مواد مخدرة ناتجة عن تخمر بعض الفواكه الناضجة، وبتسكر تماما مثل البشر.
وممكن تضل مخمورة لمدة 48 ساعة، وبتصير عدوانية ومؤذية مثل أي إنسان سكران، وبتصير تخرب العسل وتفرغ فيه المادة السامة يلي أكلت منها. وقت راقب المختصين النملة السكرانة وطريقة تعامل باقي النحلات معها، لاحظوا أن النحلات المختصين بحماية الخلية والدفاع عنها بفضل حاسة الشم القوية بيقدروا يميزوا النحلة السكرانة من ريحتها، فبيضربوها وبيبعدوها عن الخلية لحد ما يتأكدوا أنها صحت وانتهت مدة تأثير المادة السامة سواء عليها أو على العسل. ساعتها بيسمحوا لها ترجع على الخلية. وإذا بدنا نحكي عن فوائد النحل ودوره بالطبيعة وعلاقته بغذاء البشر للصبح ما بنخلص، لكن باختصار بإمكاننا القول بأنه النحل له أكبر دور باستمرارية الحياة على كوكب الأرض، لأنه هو من أهم الملقحات اللي بيساعد على تسهيل وتحسين إنتاج الغذاء، وبيساهم بالأمن الغذائي والتغذية من خلال حمل حبوب اللقاح من زهرة إلى أخرى. من عدا أنه بينتج كميات هائلة من العسل سنويا. طبعا العسل كان لفترة من الزمن غذاء أساسي للبشر، وحتى في زمننا هذا له فوائد واستخدامات وقائية وغذائية وعلاجية لا تعد ولا تحصى. وأثبتت العديد من الدراسات والأبحاث العلمية الحديثة كثير من الفوائد والاستخدامات للعسل بالطب البديل، وحتى شمع العسل ممكن استخدامه بالأدوية والمواد التجميلية. أعزائي، وهلأ بعد ما تعرفنا على كل شيء بخصوص النحل تقريبا، نكتشف بأنه إناث النحل يعني العاملات هن اللي بيقوموا بكافة الأعمال والنشاطات داخل وخارج الخلية. لهيك بنلاحظ الإعجاز القرآني في العلم وفي دقة التعبير بالآيتين 67 و 68 من سورة النحل، وبنشوف إنه الآيات تخاطب إناث النحل في قوله تعالى من بعد بسم الله الرحمن الرحيم: وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. ومن آيات إلهام الخالق سبحانه وتعالى للنحل اتخاذها الشكل السداسي أساس لبناء مسكنها، طبعا من مادة الشمع يلي بتنتجها، واستخدامها هذا الشكل كمستودعات لتخزين العسل وحبوب اللقاح، بالإضافة لأنه هذا الشكل الهندسي السداسي مهيأ تماما للوظائف السابقة، لأنه بيتطلب أقل كمية من مادة البناء وهي الشمع، بالإضافة لأنه ما بينتج بين الأشكال السداسية فراغات على عكس الأشكال الأخرى. لهيك بإمكاننا بناء عدد أكثر من العيون بنفس المساحة. وهلأ نجي على ذكاء النحلة، إنه النحلة إذا ابتعدت عن الخلية مهما ابتعدت بترجع الخلية نفسها بدون ما تخربط، بفضل حاسة الشم القوية مثل ما ذكرنا بتقدر تميز رائحة الخلية يلي بتنتمي إلها، وبتحفظ الطريق وشكل الخلية. حتى لاحظ بعض المختصين إنها لما بتبعد عن الخلية بتطير شوي وبترجع بتلف وبتلقي نظرة أخيرة وكأنها عم تحاول نسخ الموقع أو المكان في دماغها. سبحان من خلق فأبدع. أعزائي، لهون بنكون وصلنا معكم لنهاية الفيديو. أتمنى أن يكون قد نال إعجابكم، وسامحوني إذا طولت عليكم شوي. على أمل اللقاء في فيديو جديد. في أمان الله.